السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقتراحي لهذا اليوم حليوة أو غريبة من ألذ الغريبات اللي ممكن تذوقوهم واللي ممكن تجربوهم. مزيج ما بين المالح والحلو، محمرة مقرملة مقرمشة، وواحد المذاق جديد. مولاتها طلبتها وقالت لي راه مذاقها مازال في فمي. يلا ندوزو جميعا نكتشفوا المقادير والطريقة. عندي 4 ونصف ديال الزبدة الحيوانية، أنا هنا درت سونطرال. 3 الكيسان ديال السكر حبيبات، غادي نخدمهم مزيان. الجو بارد والزبدة راه بدرجة حرارة المطبخ، ولكن كتبان لكم راها قاصحة شوية. المهم نبقاو معاها بشوية حتى تخدم لينا الزبدة وتلبس لينا بالسكر الحبيبات، ونضيفوا العناصر الأخرى. هنا غادي نضيف 6 ديال الصفر ديال البيض، والابيض ديالهم غادي نحتفظ به للتزيين. ممكن اللي ما عمره ما جربها لاول مره يدير ربع الكميه او نصف الكميه، وان شاء الله غادي تولي هي المعتمده عنده او هي المعتمده عندكم، وانا مأكده غادي تعجبكم. واللي ضاقها عندكم غيقول لكم منين خديتو المقادير. هنا ضفت كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، وغادي نضيف ملعقه صغيره عامره ديال الملحه. هاد الملحه كتعطيها واحد المذاق رائع جدا. اللي مازال ما جربهاش هذه هي الفرصه يعاود يجربها. هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق، انا عندي كيلو ديال الدقيق مغربل. في المعتاد موالفه كتهز ليا 950 غرام ديال الدقيق. ودابا الاختلاف راه كيبقى على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب نوعيه ديال الدقيق، وكذلك مع الجو والحال بارد. هنا الجو بارد، الزبده قاصحه ما كتذوبش لينا مزيان باش تهز لينا كميه كبيره ديال الدقيق. هنا ضفت 2 خمارات ونصف، غير كان عندي داك النصف راه كنضيفو 3 الخمارات لاننا عندنا 4 ونصف ديال الزبده. صافي نبدا نضيف في هاد الدقيق بشويه بشويه. والخمارات دائما راه كنخلوهم او كنغربلوهم باش نتخلصوا من دوك الحبيبات ما يبقوش مكورين لينا في العجين. انا هنا ما كندلكش العجين، غير كنجمعها بالاصابع ديالي وبالايد ديالي. غادي نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. غادي نقول لكم شحال هزت ليا ديال الدقيق وشحال تبقى ليا في الاخر. هذه هي العجينه، القوام ديالها خاصها تبقى رطبه، كيف ما كتبان لكم راها رطبه. وهزت ليا يعني شاط ليا ديال الدقيق 180 غرام، في عوض موالف كيشيط ليا غير 50 غرام من الكيلو. هنا شاطت ليا 180 غرام ديال الدقيق. هنا غادي ندوز مباشره، درت الفران كيسخن، الفرن الغازي، وغادي ندوز نخدمها. هنا بديت تنكور في الكويرات، كنحطهم في هذاك البيض ديال البيض، وغادي ندوزهم في الكونكاسي ديال اللوز. هنا بالنسبه للكونكاسي ديال اللوز راه خديت 4 ونصف ديال اللوز، فسختو وطحنتو في الروبو او هروشتو في الروبو، حصلت على هاد الكونكاسي. هنا شاط ليا كاس عامر من 4 ونصف، كاس ديال العنبه كبير. صافي غادي نبدا هكا نكورهم، والحجم ديال الكويرات كيختلف على حسب رغبه كل واحد. انا هنا درت ما بين 30 و 32 غرام. الغريبه هذه كتعجبني تكون كبيره شويه. صافي نستمر بحال هكا نكور، نغمس ليها الوجه ديالها في بياض البيض ونحطو في الكونكاسي، مع اشاره ان الكونكاسي كنبقى مره مره كنخلطو بيدي باش ما نهش دوك الحبات اللي كبار ويبقى ليا لتحت داك الرقيق ديالهم ديال اللوز. هنا راني خديت الطاوه وفرشت ليها ورق المطبخ او ورق الطبخ عفوا. صافي هذاك الورق كيخليها طيب مذهبه من التحت وكيحميها من الاحتراق، ما تحرقش لينا وما تلهبش. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل العجين كامل، وغادي نوريكم من بعد ما صففتهم في الطاوه.
انا هنا راه داروا ليا 2 ديال الطاوات. والكميه ديال الحلوى غادي نقول لكم في الاخير شحال خرجت ليا من كيلوغرام. ناكد عليكم هاد الحليوه غير جربوها، راه غادي تعجبكم. راه اللي ضاقها عندكم غادي يسولكم على المقادير ديالها، وإلا سولوكم قولوا لهم من مطبخ وحلويات لاله فاطمه. صافي هنا غادي نوريكم اللاطه. هنا من بعد ما كملت الطاوه الاولى غادي ندخلها الفران، ندير النار غير من تحتها، النار متوسطه. من بعد ما سخن ليا الفران غادي ندير النار معتدله شويه، ونخلي اللاطه الفوق والنار من تحتها حتى طيب ليا وتبدا تصفر من الفوق. راها غادي تصفر من الفوق واخا النار تحتها. غادي نهبطها حتى تاخذ ليا اللون الذهبي لتحت، ونحصل على هذا اللون هذا وعلى هذا الشكل ديال الغريبه. كيف ما تشوفوا راها جات مذهبه محمره، غير الاشعه ديال الشمس قدام النافذه ما كيبانش اللون الحقيقي ديالها. غادي نخليكم مع الشكل ديالها النهائي، ونتمنى حتى نتوما تجربوها وتعجبكم. وما تنسونيش من لايك ومن الدعم ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وقبل ما نمشي غادي نقول لكم شحال خرجت ليا من كيلوغرام. انا هنا راه عطاتني 2 كيلو 100 غرام ديال الحلوى. راه كتحط كميه كثيره، هذه هي الكميه اللي غادي تشوفوها اللي حطت ليا هاد العجنه. راها جات لذيذه بزاف. جربوها وخليوا لي التعاليق ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله تعالى.